المغاربه ككل جميع مكوناتنا امازيغي صحراوي ريفي خاصنا نفرحوا. علاش؟ لان ملكنا راضي علينا وحنايا ايضا نحبه وهو يحبنا، وهذا دليل على انه من خيار الائمه في هذا الزمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم كيقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويكفيني فخرا ايضا بهذا الانجاز اللي قامت به المملكه ان الراعي الرسمي ديالو كان جلاله نصره الله، وانه ابن عمي لمن لا يعرف. فالملك المولى اسماعيل جد الملك محمد السادس كان شقيقه جدي سيدي احمد الفيلالي الذي دفن ببلميم، فهذا يكفيني فخرا ويكفيني اعتزازا. الشيء الثالث، انا اؤكد بهذه المناسبه باسمي وباسم مكون قبيله فيلالة في المناطق الجنوبيه على اننا نقر بالسمع والطاعه في المنشط والمكره وعلى اثره علينا لجلاله الملك محمد السادس نصره الله ببيعه مطلقه في اعناقنا. علاش كنقول هذا الامر هذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ديالو كيقول من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. نقطه اللي بغيت نعقب عليها، ما وقع في الاشكال الاخوه المغاربه الذين في السنغال بسبب التحريش اللي وقع بينهم، ان التحريش الذي وقع مع الاخوان السنغال هو مجرد تحريش اعلامي مدعوم بذباب الكتروني. خاصكم تفهموا واحد الحاجه المغاربه، ان السنغال احد اوفى الحلفاء لنا في افريقيا، وحنا ما يمكنش اننا نخسروا العلاقه ديالنا بهم بسبب الكره او بسبب فعل قاموا به بعض الناس. فالسنغال اخوتنا وحنايا معمرنا غادي نتنازلوا على هذه الاخوه اللي هي جد عريقه. يلا غيتضرب يلا غيتضرب يلا غيتضرب يلا غيتضرب، يا ربي سقلها اخويا، يا ربي سقلها، يا ربي سقلها، يا ربي يا ربي. حتى واحد ما يدواه ما تقوتش اللي يدير ليه يا ربي، يا ربي السلام. يا ربي سقلها اخويا، يا ربي سقلها يا ربي. وبالنسبه للاخوه الجزائريين، علاش كنقول الاخوه الجزائريين؟ لاننا نحن كمغاربه خاصكم تعرفوا باننا نحن تربيه الملوك، وتربيه الملوك ليست كتربيه الكابرانات. تربيه الملوك دائما يمدون يد الصفح ويد الاخوه ويد العفو، وهذا متجلي في الخطابات ديال ملكنا اللي احنا كنعتبروه كقدوه لنا ولكم ان تسمعوا. وبصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ بيد ممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة. وباش نزيدكم واحد النقطه، راه ما يمكنناش نقارنوا ما بين جنرال وما بين ملك، ما عمرها كانت. الملك في مرتبه فوق والجنرال في مرتبه دنيا. علاش؟ لانه مسافه الادراك ما بين الملك والجنرال ما عمرها غتكون متفاوته، وما بين حتى رئيس الجمهوريه ما عمرها غتكون متفاوته. علاش؟ لانه مثال بسيط نقول لكم، باك وانت صغير داك عند الطبيب باش يدق الابره، شنو غتشوف فيه على اساس انه عدو؟ ولكن هو راه باك داك باش دق الابره، واش فهمتي؟ ولكن فاش كتكبر راه كتكتشف بان الوالد ديالك داك على اساس انه باش تقي من الانفلونزا، ولكن فاش كطوى مسافه الادراك بينك وبين باك كتعرف بانه راه داك لمصلحتك. فهمتي؟ مع فاش كتكبر. فبالتالي
رغم هذا العداء الإلكتروني والهجوم الإلكتروني والأشياء اللي شفناها من ذاك الشخص اللي مزق الأوراق النقدية المغربية اللي هو جزائري، ورغم ذلك يد الصفح والعون مفتوحة. فكونوا أكيدين بأن رؤية الملوك غير عن رؤيتنا احنا، فما تنساقوش وراء الإعلام، وخليكم دائما مقتديين بخطابات ملككم نصره الله، لأنه فعلا الزاوية التي يرى بها الأمور ليس كما نرى نحن، إلا أن تطوى مسافة الإدراك بيننا وبينه، وهذا الشيء يستحيل. فهمتوا يا مغاربة؟ فكونوا أذكياء في النقطة هذه، ودائما اعرضوا واصفحوا عن الجاهلين، ومدوا يد الصلح والتعاون، لأنهم بالمجمل يبقون أشقاء، يجمع ما بيننا العروبة والإسلام. وأنا لن أهاجمهم أبدا، لأنني أقتدي بخطاب ملك جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأدعو دائما الإخوة الجزائريين إلى مد يد العون مع المملكة الشقيقة لهم التي هي المملكة المغربية، وأنه دائما يدنا مفتوحة لهم وننتظر ردهم. وإن شاء الله مع طول الزمن سوف يكون هناك تغيير بحول الله، وهذا شيء ملاحظ من الأشياء اللي جالس المغرب يخوضها، وبالتالي ستفرض على الجزائر باش أنها هي من تأتي وترتمي في أحضاننا وتنزع هاجس الكبرياء الذي خلقه الكابرانات للشعب كي يشغلوا الشعب بنا ويتناسوا أمور الإصلاح والفساد الذي في بلدهم. الشيء الثالث حاصل مع دونالد ترامب. كنعرفوا بأن دونالد ترامب المغاربة بأنه رجل سياسي ورجل أعمال قبل أن يكون رجل سياسي، فبالتالي هو يراعي مصالحه الأعمالية قبل أن يراعي مصالحه السياسية، وهذا شيء معروف. والرجل عنده لغة الأرقام، يعرف المال، وهذا اللي شفناه مع العلاقة ديالو مع الحليف ديالو السعودية التي يأخذ منها المال. لكنه مع المغرب الأمر غير. في المنظمة اللي افتتحها دونالد ترامب خلافا للبروتوكول المعهود، نادى على وزير الخارجية ناصر بوريطة ليوقع هو الأول، وهذه إشادة عظيمة بمكانة الدولة المغربية المرموقة، وهذا شيء يجعلنا نفتخر بالسياسة المرموقة. فعلا نشكر ناصر بوريطة لأنه ممثل وزير الخارجية، لكن من وراء ناصر بوريطة؟ نعلم بأنها وزارة سيادية، وزارة الخارجية الملك هو الذي يرسم الشخص الذي فيها وليس بالانتخابات. فكل الشكر في الأول والأخير لجلالة ملكنا محمد السادس نصره الله، الذي يقود بدولتنا نحو مصاف الدول الكبرى العالمية. الشيء الثاني، تظهر لنا بأن المغرب يخطو خطوات جد عميقة في مجالات جد متعددة، فالقافلة تسير والكلاب تنبح. الشيء الثالث، دونالد ترامب لم يتعامل معنا بلغة المال، مع أنه رجل أعمال. أعفى المغرب من 3 مليار التي تدفع لمدة 3 سنوات في الانضمام لهذه المنظمة، ولكن ليس عزا منا كمغاربة باش أننا ندفعوها، وإنما تفضلا منه، لأننا خصنا نعرفوا حنا كمغاربة مكانتنا في إفريقيا. نحن بوابة إفريقيا نحو أوروبا، وعندنا موقع استراتيجي، فخصنا نفتخروا بهذا الأمر ونحتفظوا بوطننا ونلتم حول ملكنا، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.